يا صباح الخير. لسه شايف بوست من ساعة تقريبا بيحكي فيه عن طفل اسماعيلية وان هو كان مغير اقواله في المرة الاولى وكان بيتلاعب بجهات التحقيق، ولما جه تقرير الطب الشرعي ابتدوا ان هم يواجهوه. وطلع ان هو مخطط للموضوع من زمان جدا وشاري منظفات وشاري حاجات، ولما ضغطوا عليه طلع ان هو متأثر بالافلام والمسلسلات الدموية اللي احنا اغلبنا يعرفها يعني. طيب ايه علاقة ده بينا؟ بالناس بتتكلم في التسويق وناس بتتكلم في تغيير العقلية. اوعى تكون فاكر ان مفيش حاجة بتأثر فيك، لا بالعكس، الغرب هم اللي عملوا التسويق وعملوا مدارس التسويق. واكتر حاجة الغرب لقوها ان هي شغالة ان انا اسوق عن طريق ان انا اغير العقلية، ان انا محتاج ان انا انقل اجندة معينة او محتاج ان انا اخليك تؤمن بافكار معينة. فانا لازم اخليك تاكسبت الافكار دي، وهخليك تاكسبت الافكار دي عن طريق انا اخليك انت اللي تعتاد عليها، انت اللي تحس ان هي عادي ان هي تكون موجوده في يومك، علشان التغيير يكون تغيير جذري. فيجيب لك مشاهد زي مثلا مشاهد الريمبو، يخلي لك المشاهد دي في الاول بسيطه، بعد كده في سياق الفيلم، فانت بتبقى لازم تتفرج على المشهد علشان تبقى فاهم ايه اللي حصل عشان الاحداث ما تقعش منك. ففي الاول تبقى قرفان، بعد كده بتعتاد على الحاجات دي، حتى ممكن تكون بتتفرج عليها وانت قرفان بس خلاص انت اعتدت عليها، بقيت بتشوف المناظر دي على طول. نفس الكلام في اي حاجه دمويه، نفس الكلام في اي حاجه فيها رعب فيها غيره. هو عاوزك تعتاد على الحاجه اللي ضد فطرتك، عاوزك تعتاد على الحاجه اللي بتغير لك الفطره السليمه بتاعتك. فانت لازم تكون فاهم ان دي حاجه بتتمارس عليك، وان انت السلعه اللي هم بيحاولوا يشكلوها على مزاجهم. هم بيحاولوا يشكلوها على مزاجهم، لان هو كل ما شكل السلعه دي على مزاجه كل ما كان يقدر يبيع لها حاجات بشكل اكبر، يقدر يقنعها بحاجات بشكل اكبر. لان انت لو انت السلعه، لو انت بقيت مؤمن بافكار معينه، ساعتها انا هعرف ابيع لك خدمات معينه، اعرف ابيع لك منتجات معينه. بغض النظر عن ده كله انا اعرف اغير الدوله بحالها، اعرف اغير ناس ما عندهم اعتقاد ودين بحاجات معينه، اعرف اغيرهم بحالهم. فانت لازم تكون فاهم ان انا كاب او ام ان انا دوري تربوي بحت. لازم اكون فاهم ايه المؤامرات والحاجات اللي بتتمارس عليا، مش بشكل مفزع ولا بشكل يخليني طول اليوم قلقان، ولكن على الاقل حاول ان انت تراقب المحتوى اللي ولادك بيشوفوه، حاول توعيهم دينيا، حاول تفهمهم ايه الحاجات اللي ضد ديننا، حاول تفهمهم ان القتل دوت حاجه يعني ما تنفعش، حرام جدا. حاول ولا هدم الكعبه خير من قتل نفس، يعني الموضوع مش بسيط يا اخوانا. فحاول تفهمهم حاجات زي كده. عارف ان الظروف صعبه عليك وان انت مش عارف تعمل كل حاجه، ممكن تنزل ابلكيشن على الموبايل يخليك عندك رقابه ابويه على موبايل ابنك وعلى المحتوى اللي هو بيشوفه. حاول ما تخليش ابنك في عزله لوحده بيتفرج على حاجات لوحده كتير، علشان خاطر حتى لو ما اتفرجش على محتوى دموي ممكن يتفرج على محتوى يعني مش كويس. فانت حاول دايما تكون رقيب عليه بطريقه ما تخنوش، ده هيفرق معاك جدا. واحنا كنا عاملين حلقه بودكاست عن التربيه وكنا مستضيفين حد خبير جدا في الموضوع ده، ان شاء الله هتنزل قريب. اتمنى ان الكل يشوفها برضو علشان يزيد وعيك اكتر بالايه اللي انا المفروض اعمله مع اولادي. اسف جدا على الاطاله وشكرا جدا لكم.